أشد انتقام ممكن يعمله النرجسي لضحيته. الانتقام هيمر ب3 سيناريوهات. أول سيناريو إنه يبدأ يشوه الضحية، يعني يبدأ يشوه سمعتك، يبدأ يشوف إيه اللي في إيده اللي هو طول عمره بيحاول يجمعه عشان وقت ما تيجي تنفصل عنه يقدر يحاربك بيه. يعني هتلاقي اللي يحارب بالولاد، هتلاقي اللي يحارب بالفضيحة، هتلاقي اللي يحارب بكل ما عنده من نقط ضعف لك. ولذلك اوعى تديله فرصة لكده، ولما تيجي تنسحبي او تنسحب من حياة النرجسي لازم تنسحب بهدوء من غير ما هو يحس. تاني حاجة، اما ان هو هيغرقك دموع، ومعلش وعشان خاطري ده لو هو مش ماسك عليك حاجة، ففي الحالة دي اوعى تنصاع لدموعه الكدابة. تالت حاجة، في نرجسي بقى جميل جدا مش هيعمل معاكي اي حاجة من الحاجات دي. ليه بقى؟ لانه عنده ضحية تانية دلوقتي. فاحسن وقت للانسحاب من حياة النرجسي هو الوقت اللي هو فيه عنده ضحية تانية بيجري وراها وهملك تماما. فده اكتر وقت السيف تقدر انك تمشي فيه من غير ما يكون النرجسي ما عندوش غيرك عشان يستمد منه الوقود المؤذي بتاعه.